المدنية والقضائية، السيدة والسادة أعضاء الوفود الأجنبية، السيدة والسادة رؤساء المجالس والهيئات المنتخبة، السيد رئيس وكالة التنمية الجهة الشرقية، السيد والسادة ممثلي المصالح المركزة، السادة رؤساء الغرف المهنية، السيدة والسادة المشاركون في فعالية المعرض، السيدة والسادة ممثلي المجتمع المدني، السيدة والسادة ممثلي المنابر الإعلامية، السيدة والسادة العارضين الحاضرين معنا في القاعة والذين أتوا من كل ربوع المملكة، أيها الحضور الكريم كل باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود في افتتاح فعاليات هذه النسخة الخامسة من المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامن بجهة الشرق نرحب بكل الحضور الكريم لأيام هذا الملتقى التوفيق والسداد، وتعقد هذه النسخة تحت شعار مسيرة 20 سنة من إنجازات المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية العادلة، وذلك انسجاما مع الفعاليات التي شهدتها الجهة شهر مارس الماضي، تخليدا لذكرى العشرين لخطاب صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 18 مارس 2023، والتي شكل لبنة أساسية لانطلاق أوراش ومشاريع تنموية مهيكلة مكنت من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة بكافة ربوع هذه الجهة. حضرات السيدات والسادة، تكريسا لهذا التوجه وإدراكا من الفاعلين الترابيين لأهمية ربط الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يعد دعامة أساسية للمنظومة الاقتصادية تصبو لتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل لساكنة الجهة. دأبت الجهة بمعية كافة المتدخلين على تنظيم المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني قصد التعريف بالمنتوجات المجالية التي تدخل بها مختلف أقاليم جهة الشرق، ودعم القدرات التسويقية لمختلف المهنيين والفاعلين من تعاونيات وهيئات مهنية، وذلك عبر خلق فضاء لعرض منتجاتهم وتثمينها والبحث عن تحديث أساليب مبتكرة لتسويقها وطنيا ودوليا. أيها الحضور الكريم، لابد من التذكير بأن النسخة الرابعة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق التي نظمت السنة الماضية تحت شعار النموذج التنموي الجديد قاطر لبناء الإنسان والعمران، والتي عرفت نجاحات مهمة تمثلت في مشاركة 540 عارضة وعارض ضمن 260 رواق وحضور أزيد من 184,000 زائرة وزائر طيلة 10 أيام. قد تميزت هذه النسخة بإنشاء منصة رقمية افتراضية تمكن عموم الزوار سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه من التعرف على نوعية المنتجات المعروضة وجودتها، ثمنها وطريقة اقتنائها، بحيث تعتمد تقنية العرض ثلاثي الأبعاد والذي يتوفر على نفس خصائص ووظائف المعرض العام، وذلك بغية تيسير التواصل بين العارضين والحصول على البيانات المتعلقة بالمنتجات المعروضة للبيع. كما تجدر الإشارة إلى النجاح الذي عرفه رواق جهة الشرق في الملتقى الدولي للفلاحة بالناس في نسخته الخامسة عشر، حيث مكنت التعاونيات من المشاركة من عرض وتسويق المنتجات الرائدة التي تدخل بها الجهة، وتفعيل آلية التسويق الترابي وتحسين جاذبية جهة الشرق من خلال إبراز مؤهلاتها الفلاحية ومنتجاتها المحلية، وكذا التنوع الطبيعي الذي تتميز به، وبالتالي جلب رؤوس أموال للاستثمار تعود بالنفع على مجالها الترابي. وفضلا على مساهمة الجهة في تعزيز استراتيجية المملكة لإشعاع وتنفيذ المنتجات الوطنية على الصعيد الدولي، فقد أتاح هذا الملتقى الدولي أزيد من 1200 فلاح زائر من المعرض من جهة الشرق التعرف على التقنيات الجديدة التي يدخل بها القطاع الفلاحي وتقاسم التجارب الناجحة. استسمح إن تناولت كلمة مقتضبة باللغة الفرنسية. Premièrement, pour remercier les amis de la traduction, parce que le débit est un peu fort, souhaiter une bienvenue tout à fait spéciale pour nos amis qui nous viennent de pays amis et frères. Notre souverain, que Dieu l'assiste, nous a donné l'orientation de travailler notre continent. بكل تقدير وامتنان يسعدني أن أرحب بجميع الشخصيات الحاضرة في حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية لفعاليات الدورة الخامسة للمعرض الجهوي الاقتصادي الاجتماعي والتضامني الذي ينظمه مجلس جهة الشرق بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأنتهز هذه المناسبة لأثمن هذه الشراكة المؤسساتية
التي تترجم الإصرار المشترك لترسيخ هذه التظاهرة كموعد سنوي لترويج المنتجات المجالية وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى، متمنين كل ما يبذل مجهودات القطاع الحيوي يشكل رافعة للإدماج الاجتماعي والتنمية المستدامة للمجالات الترابية. ويطيب لي أن أتوجه بعبارة الترحيب الخاصة بضيوفنا الكرام لأشقائنا رؤساء وممثلي الجهات الإفريقية التي لبوا الدعوة المشاركة في هذا الحفل البهيج، وإنها لمناسبة مواتية ننوه من خلالها بجودة الشراكات ومتانة علاقة التعاون الدولي اللامركزي التي تربطنا بالجهات الإفريقية الشقيقة. كما نشكر السلطات الولائية بشخص سيد والي جهة الشرق عامل العام الوجدان الذي يحرص على ترسيخ أسس التعاون المؤسساتي المنفتح. والشكر للسادة عمال الأقاليم الجهة ورؤساء ممثلي الجهات المغرب ومختلف مدراء وممثلي الهيئات المنتخبة والغرف المهنية وكافة الخبراء والأكاديميين والباحثين ومختلف الفاعلين المتدخلين في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من مؤسسات عمومية وقطاع خاص وكذا فعالية في المجتمع المدني وممثل المنابر الإعلامية. ولا تفوتني الفرصة دون التنويه بجميع المشاركات والمشاركين في هذا المعرض الهام، وبنفس عبارة الإشادة نبعث من هذا المنبر رسائل تقدير لكل الشركاء ومختلف مكونات النسيج التعاوني، وتحية خاصة للتعاونيات اللي جات من جميع الجهات المغربية اللي حضروا لتنمية جهة الشرق، والتي رسم معالمها الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمدينة وجدة سنة 2003. فعلى إثرها انبثق عهد جديد من الأوراش الكبرى مما مكن الجهة من 20 سنة من البناء والتشييد. ترجمت العناية المولوية التي يكنها عاهلنا المفدى لجهتنا ولرعاياه الأوفياء لهذه الربوع من مملكته الشريفة. فهذه المسيرة التنموية تميزت بتحقيق الكثير من المنجزات التي شملت جميع المستويات، ساهمت بالملموس في خلق دينامية شاملة كان للاقتصاد الاجتماعي والتضامن دورا مهما في vos enfants qui sont nos enfants, une fois qu'ils viennent chez nous pour parfaire leur scolarité, de retrouver aussi la chaleur, la cuisine de leur pays et ne pas être complètement dépaysés. Votre participation à ce salon, et tout à l'heure avec M. Mjloun, on parlait de l'expérience et de l'échange d'expériences marocaines-sénégalaises, et il nous a confirmé qu'un nombre très important de postes de travail ont été créés grâce à l'économie sociale et solidaire. Mais je dirais aussi, donc sachez que vous êtes chez vous, ce qu'on oublie parfois, c'est que nous sommes aussi dans l'Afrique. Nos racines sont complètement africaines et nous espérons que nous allons déployer encore plus de force pour moderniser nos pays respectifs. أدعو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتحقيق ما نصبو إليه من خير وعزة لهذا الوطن تحت القيادة الرشيدة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. السلام عليكم. مباشرة من فعاليات المركز الاقتصادي الاجتماعي والتضامني في محطته الخامسة. تنتوقفوا مع مسار الألوان مع السيد الرئيس وهذا المكتب وفنانة أناملها تصنع عجبا عجاب، هذه المرة بصيغة نور النسوة. بورتريات تحاكي شخصيات واقعية، أخرى رياضية وأخرى تنتمي إلى مجالات متعددة. انتهت كلماتي من لساني، عدت صامتا صمتا مكاني، لم تنفعني لغتي ولا بياني، وأيقنت للواحد الرحمن أن يحفظ أنامل فاطمة الزهراء على مر كل الدوام. سابردية زين انت اللي كتتقع بدأنا بوزارة وثيقة وزارة السياحة أثناء تقنية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دائما ضمن أروقة
bien, le Conseil régional, c'est notre partenaire privilégié pour le développement des communautés de RCT, par exemple. Comme vous savez, donc, notre challenge pour Afrique, c'est l'économie sociale et solidaire, qui nous paraît la mieux inclusive de l'Afrique. D'ailleurs, la dernière déclaration de l'ONU, donc il plaidoie fort pour l'adhésion à l'économie sociale et solidaire en tant que levier inclusif. Voilà. Donc c'est pour cela, mais continuons à Vous avez totalement raison. أما